السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد مع كويزين مريم. غنشارك معكم هاد المملحات اللي كيجيو اكثر من رائعين بعجين مورق ناجح 100%، ساهل مهل، ما كيديش معكم بزاف د الوقت وناجح. مقادير: عندي نص كيلو ديال الطحين مع معلقه صغيره د الملحه، نص كاس ديال الزيت مع 4 د المعالق ديال الخل العادي اولا الخل الابيض، مع 2 د المعالق ديال العسل. نبسبسوا هاد الخليط ديالنا مزيان، نخليو انا الزيت يدخل في الطحين حتى كترجع لنا واحد العجين، كترجع لنا عجين ماشي عجين، كترجع لنا واحد الخليط مرمل. واخا صافي من بعد كنضيف هنايا الماء عادي كيكون بارد، ما كنسخنوه ما والو. كنضيف الماء بالتدريج، العجينه ما تكونش جاريه وما تكونش عاوتاني قاصحه. العجينه كتكون رطبه كيف ما كتشوفوا معايا، كنعدل فيها يدي كتجيني رطبه. نخليها ترتاح على جنب، وناخذ هنايا مايزينا ورابعه ديال الزبده اللي هي 250 غرام. انا خدمت هنايا بالزبده لذه. صافي هنايا كنرش واحد الرشيشه ديال مايزينا ونطلق العجين ديالي بحال اللي كتشوفوا معايا مستعمل بالدلك. هو اللي كنطلقوا به العجين. صافي كنطلق العجينه ومن بعد كنضيف الزبده في النصف ديال العجينه. انا هنايا الزبده العقد اللي خلاني انني ما نعملهاش ما بين جوج بلاستيكات ونشكلها على مستطيل طويل. نتوما عملوها، نتوما حيدوا العز، ما تكونوش بحالي. المهم انا العجين هنا كانت الزبده كانت عندي رطبه، يعني ما عذبتنيش، وزعتها على النصف ديال العجين وعملت عليه النصف الاخر بحال اللي موضح في الفيديو. صافي بديت كنطلق هنا العجينه. بالنسبه للطيات راه ساهلين ماهلين في البلاصه، يعني ما كتخليها لا ترتاح ولا حتى شي حاجه، في نفس الوقت كتطويها وكتالي في البلاصه، يعني ما سديش معكم بزاف الوقت. والنتيجه كيف قلت لكم راه ناجحه، كيجيو واحد المملحات رائعه. بحال اللي كتشوفوا معايا كنطلق العجين على طول وكنلف بحال اللي كتشوفوا، بحال اللي موضح في الفيديو. صافي انا كنستعمل واحد شويه د النشا احسن من الدقيق، حيت النشا كيزيد يعطينا حتى ديك التوريقه اللي كتكون في ديك المملحات. صافي انايا كيف كتشوفوا كنبقى غير كنطلق العجينه وكنعمل شي فوق شي. كنعمل الجنب الاولاني وكنعمل فوق منه الجنب الثاني. كنتمنى ان تكون الصوره يعني الفكره موضحه، وتا الفيديو راه كيشرح كل شيء. صافي غير هكا كنستمر كنطلق على الطول وكنطلق عاوتاني شويه بالعرض. والعجينه كنعمل الطرف الاول وكنعمل الطرف الثاني، واخر طول هاي شفتوها عملتهم على 4، يعني بقيت كنطوي على 4. صافي هنايا من بعد ما كملت العجين شوفوا وصل جنبي كتجي مورقه، كيجيو في هذيك الطبقات. المهم كتجي رائعه. هنايا بالنسبه للحشوه خديت فلفله، خذوا الفلفله اللي عندكم، فلفله، بصله، خيزو، كميه اللي نتوما باغيين. هنايا انا ضفت الدجاج، عندي هنايا 300 غرام ديال الدجاج. صافي شحرت داكشي مزيان حتى ديك البصله وداكشي ما كيبقاش فيه الماء، كيتشحر مزيان. هنا ضفت واحد المربع ديال الشعريه الصينيه اللي عملته في واحد المغليان حتى طلقات معايا وطحنتها في الهاشوار. وهنايا بالنسبه للتوابل كنحتاج ملح، بزار، سكنجبير، خرقوم، كنزيد شويه د الزعتر، شويه ديال صوص صوجا. بالنسبه للعطريه يعني ما تكثروش منه. وهنايا زدت الهريسه اختياري، اللي كيعجبو الحار يعمل الحار، هي كتعطي حتى البنه. واخر حاجه زدت هي الزيتون. صافي الحشوه ديالي كتكون ساهله مهله وكتجي لذيذه. هنايا ملي كتنشف معايا الحشوه كنطفي عليها وكنخليها على جنب تبرد، ونبدا نطلق العجين اللي خليته ارتاح على خاطره في الثلاجه، يعني ما نخليوهش برا، نخليوه في الثلاجه من الاحسن باش ديك الزبده ما كترخاش معنا وتسيح. صافي هنايا من بعد ما كنطلق العجين ديالي كناخذ كيف قلت لكم، يعني سبق لي كان دائما انا عندي هذا التبصيل هو اللي كيعبر لي
ملي كنحتاج انا شي حاجه نقطعها على شكل مربع كنستعين بهذا التبصيل. المهم نتوما عندكم شي قطعه مربعه عملوها، ما عندكمش عملوا نتوما شي حاجه كمربع وصافي، اولا يعينكم ميزانكم الا كنتو كتشبروا العبر هو هذاك. انا ما كنشبرش العبر هو هذاك. المهم عملت هنايا هاد المربعات ديال العجين وصافي. الحشوه عملتها في الوسط. وبالنسبه لهذا المربعات نتوما كتشكلوا كيف ما بغيتو تعملوهم دائريين ولا بغيتو تعملوهم مربعات فعالين. المهم نتوما وما بغيتو في الشكل هنا زدت واحد شويه ديال الجبن، عملوا الجبن اللي عندكم. انا عملت واحد شويه ديال الموتزاريلا. الا بغيتو تكثروا في الاجبان بزاف عملوهم، يعني كل واحد على حسب الاختيار ديالو وعلى حسب شنو نتوما متوفر عندكم. صافي هنايا كنحاول انني نجبد العجين بحال اللي كتشوفوا معايا وكنطويها على الطرف الثاني. فهمتوا؟ كنشكل واحد الرغيفات اولا واحد المملحات هكا اللي كيكونوا مستطيلين. كيف كتشوفوا فيديو يشرح كل شيء موضح كل شيء. صافي انا كناخذ واحد الفرشيط كنبقى نقرص عليهم من جنيبات بحال هكا باش ما كتحلناش العجين. كنبقاو مستمرين على نفس الطريقه مع العجينه كامله حتى كنساليوها، ومن بعد نستفوهم في اللاطو. في هاد الساعه هادي كيكون عندنا الفران كنسخنوه من قبل، خصو يسخن مزيان وصافي. هنايا المهم الفران كيسخن حنا كندهنو هاد المملحات ديالنا. دهنت هنايا بيضه مع شويه ديال صوص صوجا مع شويه ديال الماء، ندهنهم كاملين مزيان. تقدروا انكم ديروا الطبقه الاولى وتعاودوا تدهنوا من بعد. صافي خديت هنايا واحد السكينه وبقيت كنفلح فليحات هكا صغيره بحال اللي كتشوف، حيت حساب ملي كيطيب وكيعطينا واحد الشكل مزيان. بالنسبه للتزيين شنو ما عندكم، يا زنجلان يا بافو، اي حاجه بغيتو تزينوا بها زينوا، ما عندكمش بلاش بغيتو تخليهم غير هكاك خليهم غير هكاك. المهم انا عندي هو اللي متوفر فزينت به. دخلتهم للفران اللي كيكون مسخن عندي من قبل مزيان. كنخليهم انهم واحد 5 دقائق ونقصوا للعافيه ونخليوهم يطيبوا حتى لنص ساعه. عاد كنحلوا عليهم وعاد كنحمروا لهم الوجه ديالهم وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المملحات ديالي اليوم. كيجيو اكثر من رائعين. نتمنى نتوما تجربوهم وتخليو لي الراي ديالكم. كيجيو مقرملين محمرين من داكشي الرفيع وعاد لذيذين بزاف صراحه. انا ما كيبقاوليش ما كيبقاوش راه ما دركش حتى نصور في خاطري. وهنايا كنكون وصلت معكم النهايه ديال الفيديو. شكرا للتتبع ديالكم وبسلامه.